يا اخوانا تتشحم، بس ما تزودلهاش جلد قرش ولا طعميه قوي، بحيث ان دراع الكوبلنت تبقى ما ترفع عشان تركبه بالعافيه، ما ينفعش طبعا. انت دلوقتي شحمت كبان، نحط جلدها طعميه واحده، خلي الدراع ما يبقاش محكم قوي، لان اي خبطه في العجله هتكسر الفارغه دي بسبب التشحيم. يعني في اتنين مكانتين جول، الاتنين خابطين بعض، واحده الفارغه مكسوره والتانيه الفارغه بتاعتها مش مكسوره تمام. الجنطان مطبقين، بس في واحده كسرت الفارغه وواحده ما كسرتش. اللي كسرت الفارغه المكنه اللي كانت مشحمه كبان، اللي ما كانتش مشحمه كبان وعايزه تشحم والجلد مهر بتاعها ما كسرتش الكوبل. اللي هي دراعات الكوبلن دي كان فيها بوش، البوش ده الخفيف السنه البسيطه دي، الشعرايه دياتي اما تحميك من كسره الفارغه دياتي في حاله لو خبطت لو اتخبطت منك العجل على حجر ولا اتخبطت في مكنه تاني. وقلب العجل برضه ده مشكله كبيره، الواحد ما يقلبش العجل، لان الخبطه اللي هي العجله المقلوبه ما تبقى سهله قوي تكسر الفارغه، لان اول ما تاخد الخبطه في العجله اما تتضغط لجوه ناحيه الموتور اضعف حته في المكنه اللي هي الودن دي اما تتقطم بسبب ايه؟ بسبب التشحيم الزياده. فانت شحم مكانتك وتمام، بس ما تحطش جلد قرش، جلدتين قرش وجلدها طعميه وترفع الدراع بالعافيه عشان يركب وتقول انا كده حكمت الكبان والكبان بقت 100 لا طبعا غلط. الكوبل لازم يركب مرتاح، بحيث لو لا قدر الله حجر مثلا او اتخبطت خبطه بسيطه في العجله ما تكسرش الفارغه. هتكسر ممكن تبوظ المقص، سهل المقص عن الفارغه، لان كده كده انت المقص اما يتكسر او اما يتقطم او اما يتني، وفي نفس الوقت الفارغه اما تتكسر، فانت تبقى عندك يعني اقل الخسائر المقص مثلا او الجنط كده. فخلي بالكم ان التشحيم الواحد ما يضغطش الجلد قوي. المكنه انت فكت، لو انت راجل صنايعي وفكت مكنه زيرو لقيت فيها كم جلدايه هتلاقي فيها واحده بس، وهتلاقي الدراع كان خفيف قوي، لان الخواجه اللي صنع المكنه فاهم الدنيا ده ما يحصل فيها، فمريح لك الدراع الكوبلن دواتي عشان اي خبطه ولا اي حاجه تحصل معاك تبقى سهله يعني. وبعدين خلي بالك المكن اللي هو من بعد يعني من 13 ولتحت اما يأثر ضغطة الكوبلن جامد، اما تأثر على الكرونة وما تخلي فيها ون، يعني بعد ما تشحم وتطلع تلاقي في ون مثلا في الكرونة او اوسط الكرونة اتغير معاك، ده اما يبقى سببه ان انت شحمت زودت جلد قرش وطعمية وحبقت الكوبلن على الاخر. فانت تخلي الكوبلن هاول، هترجع هتحش جلدتين قرش ولا هتخف العيل هتلاقي الصوت رجع معاك وبقى كويس. بس انت لو سبتها هتطبع معاك بعد يومين ولا حاجه، بس هتاثر عليها، هتاثر على تروس الستريك وتروس البلح، وهتاثر لك على القرنه كلها، ممكن تبوظ لك. والبلي كله برضه، البليه 16007 دي هتبوظ برضه بسبب ضغطه الكوبايات على ضغطه الكبالن على الكوبايات في القرونه تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا عيب التشحيم الجلد الزياده، ده مشكله كبيره. حلها ان انت تخف ما تجبرش المكنه على التشحيم. انت لقيت نفسك بترفع الكوبلن وشديد معاك وعايز حد يسند معاك، تعرف ان كده الجلد زياده، قلل الجلد. والسلام عليكم.